السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنعمل مع بعض السمك المشوي في الصينيه. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا حوالي كيلو سمك غسله ومنضفاه كويس كده زي ما انتم شايفين. معايا هنا خضره شبت على بقدونس على كزبره. معايا جزر بشراه بالشكل اللي انتم شايفينه. معايا بصل ومقطعاه طرنشات كده. فلفل حامي وبارد وليمون. معايا كمان طماطم مقطعاها مكعبات كده زي ما انتم شايفين. التوابل معايا هنا بابريكا، شطة، كمون، كزبرة، توم وملح. معايا عصير ليمون. اول حاجة كده باذن الله هفرم التوم مع الفلفل مع التوابل ونرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه. فرمت التوم كده زي ما انتم شايفين بالفلفل. هنزل فيه كده في الطبق، وفرمه كمان معاه ليمونه بالقشر بتاعها. هنزل بالتوابل، الملح، هقلبه كده كويس بعصير الليمون، بالجزر. طبعا انت بتظبطي الملح. هنقلبهم البصل كمان الخضره. هقلب الخلطه دي كلها كده مع بعض. بعد ما قلبت الخضره كده مع بعض زي ما انتم شايفين، الخضار كله مع البصل مع الثوم مع الفلفل مع الجزر، هنزل بمعلقه خل وشويه زيت. هقلب ده كله كده في بعضه. معايا الصينيه اللي هنسوي فيها السمك. هاخد كده نص التتبيله او نص الخلطه اللي احنا عملناها، هنزل بيها كده في الصينيه. هحاول افردها كده في كل الصينيه، وهسيب النص التاني نحشي بيه السمك. معايا الطماطم المكعبات، هنزل بيها كده. بجد جربي الطريقه دي جميله قوي وهتعجبك. طبعا كل حاجه متبله واخده الملح المظبوط بتاعها. هنزل بشويه كده بالخضره كده على الطماطم. هركن الصينيه كده على جنب. هنيجي بقى للسمك، هنعمل فيه فتحات كده
طبعا الكمية اللي انت حابة تعمليها هتعمليها بنفس الطريقة. خلصنا كده الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الصينية تاني. شايفين السمكية؟ هنحشي كده الفتحات اللي عملناها من التتبيله، وهنيجي للسمكية كده هنديها كمان حشوة جوه زي ما انت شايفة كده. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما خلصت كمية السمك كده زي ما انتوا شايفين معايا طرنشات كده من الليمون. طرنشات جزر. شايفين شكل الصينية؟ بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة، وكمان ريحة التوابل مع الخلطة جميلة قوي. هنزل بشوية زيت. طبعا انا مسخنه الفرن، هنزل الشبكه تحت كده على الصاج وندخل الصينيه ونشوفها باذن الله في التقديم. كده من الفرن شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها بجد تحفه، كمان ريحتها هنا قلب الدنيا. اتمنى ان انت تجربي الطريقه، واتمنى ان الطريقه تعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان باذن الله يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.